الحيلة الثانية: بناء مهارات تواصل ومغازلة حقيقية. اللحظات المحرجة لا تأتي من الصمت، بل من عدم معرفة كيفية التعامل معها. يصاب معظم الرجال بالذعر فور تباطؤ المحادثة، كما لو أنهم فشلوا في الموعد. لكن الحقيقة هي أن الصمت ليس العدو، بل خوفك من الصمت هو العدو. عندما تعتقد أن كل ثانية يجب أن تملأ، تبدأ بفرض المحادثات، وهذا الضغط يسبب لك الإحراج الذي تحاول تجنبه. السبب الرئيسي لحدوث ذلك بسيط: معظم الشباب بالكاد يحصلون على تدريب حقيقي على المحادثة بعد الآن. نحن ملتصقون بالشاشات، نرسل الرسائل النصية بدلا من التحدث، ونلتقط الصور بدلا من التحدث، ونتصفح بدلا من التفاعل. على الإنترنت لديك وقت غير محدود للتفكير والتعديل والحذف وإعادة الكتابة. في الحياة الواقعية لا تحصل على هذه الرفاهيات. يجب أن يستجيب عقلك في الوقت الفعلي، وإذا لم تكن معتادا على ذلك فستشعر بعدم الراحة بسرعة. وهنا يأتي دور المغازلة. ليست عبارات المغازلة المبتذلة أو حيل تيك توك الرائعة، بل مهارات اجتماعية حقيقية. المغازلة ليست أكثر من راحة ومرح وحضور. إنه رد فعل طبيعي، ومزاح خفيف، وطرح أسئلة فضولية، وترك اللحظة تتنفس. لست بحاجة إلى قائمة من الجمل المدروسة. كل ما تحتاجه هو الاسترخاء الكافي لتدفق التفاعل. يبدو الصمت غريبا فقط عندما تعتقد أنه يعني وجود خطب ما، لكن عندما تكون هادئا وحاضر الذهن يصبح الصمت وقفة طبيعية، شيء يمكن لكلا الطرفين أن يستقر فيه دون توتر. وبمجرد أن تتوقف عن محاولة التمثيل تزداد ثقتك بنفسك تلقائيا، ليس لأنك أتقنت بعض حيل المواعدة، بل لأنك مارست التواصل الحقيقي مرارا وتكرارا. المغازلة ليست خدعة تحفظها عن ظهر قلب، إنها مهارة تكتسبها